انا عندي اول حاجه الماتيريال. الماتيريال بتاعتي بالنسبه لي هتكون كونكريت. في عندي خصائص كتير قوي، هنتكلم دلوقتي عن الحاجات المهمه قوي فيها. ايه المهم فيها؟ اول خاصيه عندي حاجه اسمها المودولس اوف الاستيستي، او بالعربي معايير المرونه. يعني ايه بالبلدي كده؟ بالبلدي لو انا جبت حته بطاط وجبت حته حديد، هل انت متخيل ان مرونه الحديد زي مرونه المطاط؟ لا. يبقى الخاصيه دي لازم اكون عارفها والبرنامج هيسالني عليها. حلو جدا. طب اجيبها ازاي؟ قال لك والله الكود المصري اداني فورمولا معادله، والكود الامريكي اداني معادله. الكود المصري قال لي وحداتي في اللي هتكلم بيها في الكورس كله ان شاء الله هتكون ميجا باسكال. ميجا باسكال النيوتن على الملي متر المربع. ليه الوحده دي؟ لان معظم الاكواد بتتكلم بيها، ولما تكون شغال بالطن او شغال بالكيلو جرام هتقابلك مشكله ان انت عايز نسخه من الكود فيها الوحده دي، لان التحويلات دي نفسها بتخلف معاك. فخليك شغال بالنيوتن على الملي متر مربع او ميجا باسكال والكيلو نيوتن، لان هم يعني دي الفيرجن الرسميه، فمش تتعب انك تلاقي نسخه الكود اللي فيها المعادلات متحوله جاهزه. تمام؟ حلو جدا. فجيت كود المصري اهو، راح قايل لك والله انت عايز تعرف معايير المرونه للشيء اللي انت سميه كبره، سميه عمود، سميه اي حاجه، لان هو مش هيفرق معاك، كبره من عمود مش هيفرق، في الاخر هي كتله خرسانه. صح؟ حلو. قال لك والله انا بالنسبه لي هحط لك معادله اسمها 4400 جذر الاف سي يو. ايه الاف سي يو دي؟ طب نشوف الكود الامريكي يمكن نفهم. قال لك انا 4700 جذر الاف برايم سي. يا خبر ابيض، لا كل واحد ده جايب لي حاجه. طب ايه الفرق بين ده وبين ده؟ قال لك بسيطه، انا في عندي نقطتين مهمين قوي. ايه هي النقطتين دول؟ قال لك انا هجيب عينه من الخرسانه، ده الكود الامريكي، على شكل مكعب، عذرا على شكل اسطوانه، الكود الامريكي. تمام؟ هسيبها في الميه 28 يوم، بعمل لها تيورنج معالجه، وبعدين هطلعها احطها على الجهاز ده. ده في الجهاز ده عظيم، واعرضها لكمبريشن ضغط، وشوف هتتكسر على ايه. هتتكسر على اجهاد عامل ازاي؟ ما هي فورس، انا دلوقتي بيبقى عندي قوه فورس على مساحه مقطع، اي قوه على مساحه هتديني ستريس. يبقى انا دلوقتي عايز اعرف دي هتشيل معايا ستريس قد ايه. انا هفضل احمل لحد ما تتكسر. فالكود الامريكي لما اتكلم قال لك انا هجيب الاسطوانه دي هيكون بابعاد قياسيه، مش اسطوانه وخلاص، ما الاسطوانه كل ما حجمها يتغير كل ما هيدينا نتيجه مختلفه. طيب هنعملها باحجام قياسيه، شكلها عامل ازاي؟ قال لك انا هاخد الدايمتر بتاعها 150 مللي، وهاخد الارتفاع بتاعها 300 مللي. الاجهاد اللي تتكسر عنده العينه دي هسميه اف برايم سي، اف سي شرطه يعني. تمام كده؟ يبقى الكود الامريكي لما بيقول لي انا هقول لك معايير المرونه بدلاله الاف برايم سي، بيقول لي ان دي هتساوي 4700 جذر الاف برايم سي. طب تعالى نبص الكود المصري عمل ايه؟ الكود المصري قال لك انا هشتغل بنفس الطريقه ولكن عينتي مختلفه، هاخدها زي عينه البي اس البريتش ستاندرد. طب هي العينه عامله ازاي؟ مكعب ابعاده 150 في 150 في 150. طب اللي هينتج عنه اسمه ايه؟ اسمه الاف سي. يبقى الكود المصري لما هيعرف معايير المرونه هيقول لي 4400 جذر الاف سي.
كويس جدا. تظهر لي مشكله. ايه هي المشكله دي؟ ان انت وانت شغال في السعوديه، فانت نسخه ايتابس اللي عندك او اي برنامج موجود عندك انت هتشتغل طبقا للكود الامريكي، ما هو ده زي ده. فهتقول له والله صمم على الكود الامريكي، امورك ماشيه. اللي شغال في انجلترا اللي احنا واخدين نسخه من الكود بتاعه، هنقول له هيقول اشتغل بالبي اس، اموره ماشيه. المشكله مين اللي في اللي شغال في مصر؟ ليه؟ لان الكود بتاعنا مش شبه الكود الانجليزي 100% ولا شبه الكود الامريكي 100% ولا شبه اليونيكود 100%. ده على العكس، في كمان نقط احنا طلعنا بره الاكواد دي كلها وعملنا اختباراتنا احنا وطلعنا نتائج حطيناها في الكود بتاعنا، فما بقاش ينفع. فدلوقتي انا عايز اتشيك على حاجه معينه بالكود الامريكي واتشيك على حاجه ثانيه بالكود السعودي او بالكود البريطاني. تمام؟ فبقت عندي مشكله، هو انا هشتغل باف سي يو ولا اف برايم سي؟ فكان لازمنا معامل تصحيح، كان لازمنا حاجه فاكتور معين اضربه في الاف سي يو يديني الاف برايم سي، او اقسمه على الاف سي يو يديني. عايز فاكتور، عايز حاجه تحول بين ده لده. برضه المشكله بتظهر كتير قوي اخواتنا تحديدا في تركيا، يعني كان في اكتر من مهندس في تركيا كانوا اشاروا لي على المشكله دي. ايه هي؟ ان هم بيشتغلوا بالاثنين. انت واقف في السايت فبيجي لك العربيه اللي هتصب، تمام؟ فجاه هي معاها عينات، فانت نصيبك بقى، يعني يجي لك عينه كيوبيك ولا يجيب لك عينه سلندر، الله اعلم. فساعتها انت الوضع بالنسبه لك مش احسن حاجه. انا عايز اعرف الخرسانه اللي انا بصبها دي علاقتها ايه بالخرسانه اللي المصمم اشتغل عليها. نعملها ازاي دي؟ قال لك الكود المصري كتر خيره عمل لنا جدول جميل قوي. الجدول ده جدول 2-14. قال لك دي قائمه استرشاديه انا هقول لك عليها عشان هديك معامل معين عشان تحول اي حاجه لاي حاجه. حلو قوي. احنا الاصل بتاعنا ايه؟ كيوبيك، المكعب. يبقى اذا المكعب بتاعي ال 150 في ال 150 في ال 150 ملوش عامل تصحيح، هو بواحد، ما طبيعي. دي عينتي اللي الكود شغال عليها. طب ايه العينه اللي انا الاكثر طلبا بالنسبه لي؟ ال 150 في 300 الاسطوانه. قال لك اللي يخرج لك من الاسطوانه ده اللي هو الاف برايم سي اضربه فيه 1.25 يديك الاف سي. يعني انا لو عندي خرسانه، انا واقف في السايت وببص على اللوح اللي معايا، لقيت اللوح اللي معايا بتقول لي انا مصمم بالكود الامريكي، شغال مثلا في العراق بصمم بالكود الامريكي، تمام؟ فبيقول لي والله الاف برايم سي كانت ب 30، ده اللي المصمم اشتغل عليه. العربيه او السياره بتاعت الخرسانه جات لي بعينه مكعبه، هعمل ايه؟ كوركشن فاكتور على طول. يبقى انا كده عرفت انا اقدر احول ازاي من مكعب من مكعب لسلندر، عايز اقولها بس بالعربي معلش، سلندر دي اسطوانه، من مكعب لاسطوانه ومن اسطوانه لمكعب، اعرف احول من ده ومن ده. واضحه؟ عظيم. يبقى انا دلوقتي عرفت اهم خاصيتين عندي في الخرسانه. في حد عنده اسئله؟ مهندس، احنا لما نستعمل فاكتور ونحول كود مصري هيكون التحويل من اي كود بالظبط؟ مالهاش علاقه بالكود، هو ليها علاقه يعني الكود المصري متبني حاجه معينه، الكود الامريكي متبني حاجه معينه، ما يفرقش معايا وما يهمنيش في حاجه. انا دلوقتي انا عايز احول من عينه شكلها كذا لعينه شكلها كذا. فهمت قصدي؟ يعني بص لها على مستوى العينه اكتر ما تبص لها على مستوى الكود، لان انا وانا شغال في السعوديه مثلا بشتغل حياتي كلها كود امريكي اصلا، مش دعوه بالكود المصري. بس افرض وانت شغال كود امريكي جات لك عينه مكعبه مش عينه اسطوانيه، هنعمل ايه ساعتها؟ فهمتني؟ بس لكن هو فكره الكود المصري متبني العينه المكعبه، الكود الامريكي متبني العينه الاسطوانيه، تمام. ولكن انا كده وانا شغال، يعني احنا بنبقى قاعدين في بلد، يعني في مصر مثلا، هسيبك من مصر
ليها كيس مختلفه عشان احنا باك اوفيس لمكاتب كتير قوي في مصر. يعني بتلاقي ناس جايه بشغل من الامارات، ناس جايه بشغل من السعوديه، ناس جايه الدنيا عندنا شويه فيها اكتر من كود. لكن انت في السعوديه يعني صعب قوي حد يبقى في مصر مثلا يبعت شغل طالب في السعوديه عشان الفلوس الناحيه الماديه، فهو هيبقى صعب جدا ان هو يعمل كده. هتلاقي الموضوع ده عندنا يعني شويه شايع في لبنان وفي مصر. تلاقي الموضوع عندنا اللي هو اكتر من كود، مكاتب كتير فاتحه باك اوفيس وهكذا. تمام؟ تمام ده. طب احنا قلنا مش اتفضل يا باشمهندس. مهندس محمد بس الصوت ضعيف شويه مش سامع معلش. مهندس ايه الفرق بين الاسطوانه والمكعب بالاختبار؟ هو مفيش فرق كاختبار مفيش فرق. هما الاثنين بيتحطوا على المكبس والاثنين لما بيتكسروا عندي اجهاد معين بنسجله. هي الفكره ان انا عايز اربط، يعني انا دلوقتي عندي عينتين، عينه اسطوانيه وعينه مكعبه وعندي مكبسين. تمام؟ حطيت العينتين، فالعينه الاسطوانيه بالنسبه لي اتكسرت على اجهاد اسمه 30 ميجا باسكال. دي عينه اسطوانيه اتكسرت على الاجهاد ده. انا هتوقع ان العينه، او لو عايز احدد ان العينه دي لو ما كانتش اسطوانه وكانت مكعب كانت هتديني اجهاد كام؟ فهمت قصدي؟ كمان مره. دلوقتي انا داخل المعمل بعينتين، ادي عينه اهي اسطوانه ليها ابعاد 300 مللي والدايمتر بتاعها كان 150 مللي. حطيتها على المكبس وضغطت. في هنا كده عندي ايه؟ المؤشر ده عند العينه دي اتكسرت قرالي 30 ميجا باسكال. تمام؟ معايا كمان عينه شايلها على جنب كده، العينه دي 150 في 150 في 150. لازم اطلعها اكسرها ولا ممكن اتوقع هي هتتكسر على كام اصلا من غير ما اكسرها؟ طالما الاثنين بالابعاد القياسيه، الاثنين فيهم نفس الريشيو بتاعت الاسمنت، الاثنين متاخدين من نفس الخرسانه، الاثنين حصل لهم نفس الكيولينج، اتحطوا جنب بعض في الميه. يبقى لو دي كسرت على 30 دي تكسر على 37 ونص. ده مجرد تحويل من شكل لشكل. وضحت يا مهندس محمد؟ تمام. واضح. الحمد لله. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على المودلس اوف الاستيستي وقلنا ان هو مهم قوي. مهم ليه كمان؟ احنا دلوقتي قلنا ان هو مقدار المرونه اللي في الاليمنت او اللي في الشيء اللي احنا بنتكلم فيه، كاميرا عمود ايا ما يكون. تمام؟ بس هو ليه اهميه في نقطه ثانيه ما نقدرش نستغنى عنها. ايه هي؟ قال لك يا سيدي الفاضل، لو انا عندي كاميرا، الكاميرا دي السكشن بتاعها 1000 ملي طبعا في 300، وكاميرا الكروس سكشن بتاعها او يعني القطع اللي هو من هنا كده، تمام، بتاعها 500 في 300 برضه. مين فيهم يستحمل معايا اكتر؟ هتقول لي السؤال يستحمل ايه؟ هقول لك انا هقارن دلوقتي حاجتين مهمين قوي. يستحمل انضغاط قد ايه؟ ان هي شغاله كانها عمود، العمود دي عمود اهو، فيستحمل حمل قد ايه؟ يعني افترض ان دي كاميرا وافترض ان هي عمود، نفس القطاع ده الكاميرا والعمود. مين فيهم يستحمل معاه ضغط اكتر؟ كبير. طب مين فيهم يستحمل فليكستشر او انحناء؟ ان انا كاني ماسكها كده، يعني كاني ماسك قضيب كده بايديا بحنيه. تمام؟ فمين فيهم يستحمل معايا ضغط اكتر ومين فيهم يستحمل معايا انحناء اكتر؟ برضه الكبير. حلو جدا. ليه الكبير بقى؟ قال لك والله عشان في مفهوم لحاجه اسمها الانرشيا او
مفهومه او مترجمه في الكود المصري اسمها الكزازه، واظن اخواتنا في سوريا بيقولوا عليها العطاله، عزم العطاله تقريبا. تمام. المهم هي بالنسبه لنا احنا اسمها الانرجي. الانرجي دي عباره عن ايه؟ ليها قانون. القانون بتاعها بيقول لك اي حاجه 1/12 في الموازي في العمودي تكعيب. بس عندك هنا موازي لمين وعمودي لمين؟ ده سؤال مهم قوي. طب الانرشيا دي بتأثر عندي على الضغط ولا على الانحناء؟ هقول لك على الانحناء بس. امال الضغط لا، خلي الضغط على جنب دلوقتي. يبقى انا هتكلم اول حاجه على المومنت، العزومه. فقلت لك 1/12 في الموازي في العمودي تكعيب. موازي لمين وعمودي على مين؟ ده السؤال صح؟ حلو جدا. انا عندي كاميرا اهي سمبلي سبورتد بالشكل ده، فيها عزم عامل كده. هي الكاميرا دي بالمناسبه. تمام؟ العزم ده خليني اغير اللون بس عشان يبقى باين اكتر. العزم ده شكله عامل ازاي؟ كده بيعمل شد من تحت ضغط من فوق. طب تعالى نبص على، ناخد السهم ده كده ونحطه هنا على الكاميرا ال 3 دي، هيبقى عامل كده. اي حاجه في الدنيا ليها 3 لوكال اكسيز، ليها 3 محاور، محور اكس، محور واي، محور زد. دي متفقين عليها. فانا عندي هنا كده محور، وعندي هنا كده محور، وعندي هنا كده محور. العزم ده بيدور حوالين اني محور ده المحور ده اللي هنا اهو، بيلف حواليه، بيدور حواليه. يبقى المحور ده اللي بحدد منه ال1/12. يعني ايه؟ يعني امسح كل حاجه وهات المحور ده اهو. يبقى انا بتكلم 1/12 في الموازي لهذا المحور اللي هو ده، في العمودي على هذا المحور تكعيب. فده يفسر لي انا ليه الكاميرا بزودها 5 سم عرض ما بتفرقش معايا. يعني انا عندي كاميرا ان سيف، فليه بروح لفكره ان انا ازود الدبث، ازود العمق، ما ازودش العرض، عشان العرض اللي متكعب، عشان الدبث اللي متكعب. بقول 1/12 في الموازي اللي هي دي العرض في العمودي تكعيب. اذا الدبث او العمق هو اكتر حاجه بالنسبه لي مهم. حلو جدا. يبقى انا دلوقتي بتكلم، خد بالك، بتكلم على مومنت، مش بتكلم على اكسيال لود، مش بتكلم على ضغط، بتكلم على عزم. حلو قوي. تبقى دي اول خاصيه عندي، بس انا مش بحسبها. مين اللي بيحسبها؟ البرنامج. بس انا بفهم هو شغال ازاي. فدي كده اول خاصيه not calculated بيا، مش انا اللي هحسبها، البرنامج اللي هيحسبها. تمام؟ حلو جدا. طب معنى كلامك ده ان انا في عندي 2 dimension هم اللي بيتحكموا في الانرجي، صح؟ يبقى اذا لو الكاميرا طولها 10 متر زي ما تكون الكاميرا طولها 5 متر، طالما ان هي في الكروس سكشن ليها نفس الابعاد. لا مش صح. طب بدليل ايه؟ انزل السايت كده، هات لوح خشب طوله 10 متر وهات لوح خشب طوله 2 متر او متر. حاول تكسر دي وحاول تكسر دي. ال10 متر يتكسر بسهوله، المتر لا صعب جدا يتكسر. يبقى الطول ده اثر عليا، داخل معايا في الحساب، ولكن في حدود الانيرشيا لا، هو ما شافش الطول ده في حاجه. طب اعمل ايه؟ قال لك يبقى انا محتاج مفهوم تاني اعم
من الانرجي. ايه المفهوم ده؟ اسمه الستيفنس. ده هدخل فيه الطول ده كمان. طب حلو، يبقى انا كده دايمنشن القطاع اثرت معايا وزي الفل تمام. بس انا لو جبت كده برضو على كلامك كاميرتين طولهم 5 متر والكروس سكشن دايمنشن او الدبس والويدث بالعربي اللي هي العمق والعرض، تمام؟ العمق والعرض بتوعهم ثابتين، الكاميرتين دول المفروض يدوني نفس قدرة التحمل على الانحناء. بس انا هعمل كاميرا بينهم خرسانة وهعمل كاميرا بينهم مطاط. المفروض على كلامي دلوقتي ان الاتنين يدوني نفس قدرة التحمل. قال لك صح، يبقى انا محتاج كمان في مفهوم الستيفنس ده ادخل فيه او اخد ان كونسيدريشن الماتيريال. يبقى انا عندي مفهومين، مفهوم قاصر اسمه الانرشيا، ومفهوم اشمل واعم اسمه الستيفنس. يبقى ده كده قاصر فاحنا هنلغيه، لا ما ده جزء من ده. يبقى الانرشيا جزء من الستيفنس. طب تعال نشوف الستيفنس دي نحسبها ازاي. قال لك لو عايز تحسب الستيفنس في الفليكستشر هتساوي اي في اي على ال. اي معايير المرونه كان عليها من شويه، اي الانرشيا والال الطول. يبقى ده اللي بيحرك الكاميرا، ده اللي بيخلي لي كاميرا ستاف قويه وكاميرا نوت ستاف اضعف. كل اللي كنت بتكلم فيه ده ليه علاقه بايه؟ بالمومنت، بالانحناء، الفليكسشر. طب في الاكسيال قال لك الاكسيال ده ليه حكايه ثانيه. ايه هي؟ قال لك الاكسيال لما بيشتغل على الاريا، مفيش انرشيا في الموضوع، هو شغال على الاريا كامله. يبقى انا لما اجي اجيب الستيفنس في الاكسيال قانون هيكون ايه؟ اي برضو زي ما هو وال زي ما هو، بس بدل ما كنت بقول الانرشيا المؤثر عندي الايه؟ مساحه المقطع ان بلان. يعني انا بص كده على العمود، كان العمود مثلا 40 في 40، يبقى ده اللي يتحكم معايا، ده الايه؟